لكنني سأبدأ بالأخبار التطورات في مشاهد متتابعة تعطي انطباعا عن انهيار أداء الدولة والحكومة، وكأننا في عهد المخلوع مبارك، أو كأننا ثبتنا الصورة على نفس اليوم 16 يناير عام 2011، يعني كأن لا ثورة حصلت ولا يحزنون. في الخنكة مثلا النهاردة في 4 من المصريين البسطاء الطيبين امبارح ماتوا بسبب إهمال بيئي ومخلفات مصانع ومجاري. أزمة الوقود والبنزين تضرب أخيرا القاهرة المدللة اللي ما كانتش حاسة بالمشكلة، اللي كانت بدأت في كتير من المحافظات لكنها وصلت أخيرا في صورة آلاف السيارات المتكدسة في محطات بنزين، واتقال دايما انه اما انها ما عندهاش بنزين او عليهم الانتظار لعدة ساعات. الناس دول قالوا هي دي الفرصة اللي كان الجنزوري بيقول ادوها لنا عشان يعمل حكومة تصلح الاوضاع. ده في ازمة البنزين. وطبعا ازمة البوتاجاز لسه مستمرة، المنيا كمان عندها مشكلة، وبعدين الناس بيقولوا ان هم الناس ملومة لانها بتقطع الطريق او بتعمل احتجاجات وبيسموها احتجاجات فئوية، يعني تمنع عنهم البوتاجاز والبنزين. الاخطر من كده ان احنا كنا تصورنا انه الانهيارات اللي وراهانا عصر مبارك وموت المصريين كأنهم فراخ، اللي شفناها في العبارة واللي شفناها في انهيار صخرة الدويقة وحوادث القطورات واللي شفناها في انهيار المنازل في كل حتة تقريبا في مصر، قلنا ان لما الثورة قامت يمكن المصري يبقى له ثمن ويبقى له قيمة. يبدو ان دوت مش حقيقي، لانه امبارح في قرية العكرشة في الخنكة ودي جزء من محافظة القليوبية، يعني جزء من القاهرة الكبرى، مات 4 من المصريين البسطاء في حادث تسمم بسبب مخلفات أكثر من 1000 مصنع موجود في المنطقة، وبسبب انهيار الرشاح أو المجاري والصرف الصحي هناك، فمات 4 موجودين، وفي عشرات المصابين بعضهم في العناية المركزة. زميلتنا منى ياسين، ودي منى سليم، ومنى هي صحفية في جريدة التحرير، كانت شاهد عيان وراحت القرية وشافت بعينها الأحداث. ممكن تدينا صورة كاملة عن يعني حالة جديدة من حالات رخص ثمن المصريين؟ منى انت معانا؟ انا معاكي يا استاذ حسين. طيب منى، ممكن تحكي لنا بالظبط اللي انت عرفتيه وشفتيه هناك في القرية؟ هو يعني انا بتهيألي حضرتك المقدمه كانت فيها شرح كبير لكل التفاصيل اللي احنا شفناها. هي فعلا الدويقه بتتعاد، وهي فعلا مأساة اهالي العباره بتتعاد، لكن للاسف ان حتى الاهالي لغايه دلوقتي مش قادرين يصدقوا ان ده بيحصل بعد الثوره. الثوره لم تصل لهناك ولا احتفالات النهل العسكري تصل الى هناك، هم حالهم هو نفس حالهم ولا يشعروا باي تغيير. اللي حصل بالظبط ان قريه عكرشه دي في امتداد منطقه ابو زعبل، وهي بتعاني من مشكلتين رئيسيتين طول الوقت. الاولى هي زي ما حضرتك اتكلمت عن الصرف، مفيش صرف صحي مغطى، وان هو الصرف كله بيروح للمصرف او الرشاح. الثاني شيء اللي هي محاطه بسلسله من المصانع غير المرخصه شديد تلويث البيئه. امبارح المصائب تحالفت ضدهم جوه القريه. الصرف الصحي غطى مناطق كبيره من القريه، فاحد الاهالي فكر ان هو ازاي يردم ما دام ما فيش حكومه بتستجيب، ما دام ما فيش اي شكاوى بتوصل لاي مسؤول في الدوله، ازاي يتصرف؟ فقال ان هو يجيب نقله رمل ويردم بيها على الميه اللي قدام بيته. للاسف الحظ العسير ليهم او انذار القدر ان نقله الرمل دي كانت عباره عن مخلفات من احد المصانع اللي موجوده في المنطقه، لم يتم تحديد بعدها ان كان مصانع ألمنيوم او مصانع رصاص او مصانع حديد، كلها موجوده في المنطقه. اول ما تم ان سواء اللودر اللي كان موجود لما نقلت الرمل على مياه الصرف اللي موجوده في شارع علي الصعيدي، حصل تفاعل سريع كيميائي سريع جدا بين ميه الصرف وبين المخلفات، نتج عنه زي ما الناس بتوصف فوران او انبعاث غاز شديد السميه. فعلى الفور سائق اللودر اللي هو اسمه عمرو سيد درويش توفى في الحال. احد السكان اللي هو كان سائق اللودر ده، مش كده؟ ده سائق اللودر. يعني هو حسب روايتهم هو اول ما شم الغاز او اول ما بدا الفوران وانبعاث الغاز
راسه جت على جنب على طول. فحد اللي في الشارع ده هو عايز ظريف حنة، احد السكان نزل على الفور عشان ينقذه. فاول ما وصل يعني قرب من المنطقه، فور وصوله راح سقط هو كمان. مراته نزلت، مرات عايز نزلت، سماح تدرس، ماتت. اخوه اللي هو عنده 18 سنه هيثم ظريف حنة نزل، مات هو كمان. كلهم ماتوا في اقل من ثلث ساعه. 23 حالة إصابة. كل أي شاب يحاول يشرب بق مية يحط عليه كمامة، يحاول ينزل المكان فور وصوله حالة إغماء. ما عرفوش يخرجوا الحالات دي غير إن هم بدأوا شباب مغامر يدخل ويربط الجثث ببعضها بحبل ويجرها بعربية بره، وأول ما يخرج يجيله هو كمان حالة إغماء نتيجة إنه حاول ينقذهم. عايز اللي أنا بكلم حضرتك عنه ده أب 5 أولاد، أصغر طفل فيهم 5 شهور. وده اللي حصل. وده اللي ماتت مراته كمان؟ مات ومراته واخوه 18 سنه، وهو اب ل5 اطفال. بنتكلم عن مأساة بشكل كامل. هل في اي عينات خدوها بتوع البيئة او بتوع يعني حد خد عينات نعرف المصيبة ديت حصلت ايه؟ لان طبعا يعني انت عارفه منى وكلنا عارفين انه في الاف القرى والمدن بتاعنا في كتير من المصانع اللي موجوده المخالفه واللي ما فيش اي نوع من انواع الاشراف البيئي عليها، واللي معتقد انه او ممكن جدا يكون عندها نفس المخلفات السامه دي، وعند اي تفاعل تطلع الادخنه وتطلع الغازات اللي قتلت ال4 دول. صحيح. هو استاذ حسين يعني كل من دي مصانع ملوثه للبيئه دي فكره مش جديده على الناس اللي ساكنين هناك من غير ما يروحوا معامل. هم عارفين طول الوقت ان دي مصانع ملوثه وان هم عايشين تحت التهديد. هم بيتكلموا عن مصانع زي مصانع حديد بتستخدم 92 انبوبه بوتاجاز يوميا، بيحصل انفجارات وبيسمعوها، بيتهم بيتهز كأن في قنابل حواليهم، ما بيقدروش يقولوا حاجه. طول الوقت عايشين في غازات طالعه من مداخن المصانع اللي موجوده في وسط بيوتهم. وفي يعني في مصنع بلاستيك انا شفته في وسط البيوت، وناس حواليه عندهم حالات حساسيه على الصدر كبيره جدا. فهم عايشين خطر طول الوقت وعارفين ان هو بيمثل لهم خطر كبير. وبرغم من كده يعني اللي مش بيموت فورا بيموت، بس بيموت يعني على مدى اطول شويه. طب عايز اسالك